الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل، انتهينا من السيرة الشخصية لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم سنبدأ بسلسلة أخرى، وهذه السلسلة اسمه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. نتكلم عموما وبعد ذلك تفصيلا عن أوصاف الرسول وعن أخلاقه وعن طبيعته وعيشه مع الناس، تصرفات مختلفة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوحيد الذي جعله الله قدوة لنا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى نقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في تصرفاتنا، في جلوسنا، قيامنا، معاملاتنا، في كل شيء الذي يأمرنا الله به عز وجل. أفضل الأسوة لنا هو الرسول، حتى نتعلم ونتعرف على خلقه ونقتدي به ونطبقه في حياتنا. فعلينا أن نتكلم حول هذه الصفات وهذه الخلق الجميلة إن شاء الله، شيئا فشيئا سنذكر إن شاء الله. برايد عزيز، امج حياتا پیغمبر شخصی آزاتی وی بدنوی نورمال، اما بحثا وی کر او هفته چوی مقدان میدی بحثات وفاتاوی و دفنا پیغمبر کر علیه الصلاة والسلام. وی هفته اما ایجا درس کادری بکن، یعنی ترکی دبیجن دیزی بکرمانجی دبیجن ریزه درس، یعنی سلسله، یعنی استوی تبی دیزی فیلمانه آرقاسی یار معنوی او ایجا بکردیج ریزه درس سلسله. اب ریزه درس ما یهانیجی حياة پیغمبر ایشش عالی اخلاق ده، اما بحث اخلاقی بی پیغمبر هانه بکن. لو را اخلاق هاد گوتن اخلاق مسئله که پر فرایه، دفتره که پر مازنه، تدا گلک تشتهنه، تی گوتن خبردان، تی گوتن حياة انسان دگل جناوی، دگل زاروکیوی، جیرانیوی، نیاریوی، دوستیوی، حربه دا دایناوی، سندناوی، خبرداناوی، ور حاصل اخلاق هاد گوتن اخلاق اف مسئله پر فراد کبنه که لو را دو قرآن پیروز دا خودش مرد بجا عز وجل لدوی پیغمبر هرن دبی باشترین کسی که ول لدوی هرن اف پیغمبر هانه حضرت محمد علیه الصلاة والسلام. جبروی ام لازم حیاتوی، اخلاقوی، طبیعتوی، جیانوی فهم بکن، تماک ام جیانوی ذات هانش فهم بکن. وی وقتی امش هم را بیجن اف اخلاقیتا نوکای پیغمبره، افی اخلاقیتا وکای پیغمبره، به شکلی جمعت خواستن كم أخلاق وحياته في بيغمبر باش ناس بكن. أما أنا بحثه في بكن إن شاء الله. طبعا اليوم نتكلم عموما حول أخلاق النبي. أولا شمول أخلاقه. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على جميع الصفات الطيبة. كل الصفات الطيبة موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الطباع والصفات المذمومة بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس خلقا. لو استطعنا أن نقول الإنسان الكامل خلقيا وأخلاقا فهو الرسول صلى الله عليه وسلم الكامل. فكثير من الناس لهم صفات جميلة، ولكن كذلك لهم صفات قبيحة ومذمومة. أما الشخص الوحيد الذي اجتمعت فيه وبمعنى الكمال هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نعلم بأن الأنبياء جميعا وخصوصا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وأفضل من اختاره الله وأرسله الله إلى العباد. فلا يعقل أن يرسل الله إلى العباد من يبلغهم رسالاته ويكون أقبح الناس، حاشا، ويكون صاحب أخلاق قبيح، لا يعقل. فلذلك الله يختار ويصطفي من الناس أفضلهم حتى يكون مخاطبا باسم الله ويكلم الناس باسم الله عز وجل، لأنه سيتحمل المسؤولية في المستقبل ويدعو الناس إلى الله. فلا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله رجلا قبيحا مذموما صاحب أخلاق قبيح، لا يعقل. لذلك الله عز وجل حتى مدحه في قرآنه وإنك لعلى خلق عظيم، وهو أفضل الأشخاص خلقا وطبيعة وأوصافا إن شاء الله. أولا نمير بحثا شبكين بحث أخلاق پیغمبر بشكل كفرة. أخلاق سمبول انسان کی پاکه. انسان پاک، انسان قنج، انسان رند بچه ناس کنه به اخلاق خو. بعرف عادت انسان دا، انسان کی دمک اخلاقی باش به هر کس راضیه، ملت حس کرد ما شاء الله چقدر اخلاقی کی خوشه. یعنی انسان
نل گورا پر مروا، نل گورا که مرف درجه و کنه، نل گورا که مرف شیشمان و ضعیفه، نل گورا که مرف شکل مروا خوشکه. اوانا تفتش دقیقه کی دقیقه نه. لأن اوه مهم اخلاق انسانه، طبیعت انسانه، داین و ساندنا انسانه. بلا که اویا مهمه خدای عز و جل دناو توکی بشر دا ان ذات کامل پیغمبر خود کریه. پیغمبر خدا تف کاملا لأن کامل وانجی پیغمبر وی داویه حضرت محمد علیه الصلاة والسلام. اگر که ام بیجن انسان کی توکی تشت باش تدات نکم کرن اوجی حضرت محمد پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام. لورا چما خدای اخلاقی که مازنه او انسان که خدای جرا بیجه ته پیغمبر منی هر دین مش ملت را بیجه ملت بعالی مدابینه عقل قبول که کو انسان کی درواب که انسان کی منافق به انسان کی ظالم به انسان کی خراب به و خیره والله از پیغمبر خدا ما خدا مشاندیه اتدروات کی تظلمت کی تحیلات کی تخاینی تبختی چه نابش بروی خدا عز و جل پیغمبر خو ان انسان کامل کریه پیغمبر اوی کامل ج اخلاق دا صفت وان دا ان اوی کامل اوانی که خدا وان کریه پیغمبر لورا بار پیغمبری سر ملیوانه بار انسان سر ملیوانه او انسان ناکه و سر انسان که ببه انسان کی قاصد خدا لدروات که قاصد خدا لمنافقه اوان تشتقت ناكه سر انسان. طبعا الله عز وجل مدح رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم وإنك لا على خلق عظيم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد بأن جميع الصفات العظيمة قد اجتمعت في هذه أو في هذا الرجل وقد لذلك مدحه الله وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقل إنك رجل عظيم لعلى خلق عظيم ومدحه بالأخلاق لم يمدحه بكثرة العبادة وغير ذلك ولكن مدحه بحسن الخلق وأنه صاحب خلق جميل فالله عز وجل مدحه بذلك. ولذلك نرى والكتب يقول بأن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام في عهد الرسول حينما رأوا خلقه الجميل رجل وفي رجل أمين رجل بشوش رجل يسمح ويدعو الناس إلى العفو والتسامح فكثير من الناس آمنوا به في حياته بناء على هذا الخلق الجميل وبعضهم بعد ذلك حينما قرأوا حياته كذلك اطلعوا على شخصيته وآمنوا به. پیغمبر ما او کسی که خودت قرآن داد بیجه محقق تو خودی اخلاق کی پرمازنی خودش پیغمبر روی گوتنه نگوتش پیغمبر خوب تنی حضرت محمد را گوتیه طبعا پیغمبر دی تب مازننا او نک حاشا بچوکن فقط بلاک پیغمبر میداویه و ان اوی مازنه رب عالمت قرآن دا وی گوتنه جرا گوتیه یکش حکمت وی گوتنه بیجه دو وقت آویده کافرات گوت دروات کی گوت شاعری تا اوای پیغمبر خدا گو نانا تشکی اواکنات نه اوان تشتی کوند بیجن عیبند انسان دهنه اوان حبکی جوان بی پیغمبر داتنه ان اوی کامل ناوا وداوی و کتاب و هاد بیجن ده بیجه گلک انسان ده حیات پیغمبر دا دما کوی دیتن پشتی که ناس کرن بون مسلمان والله وی انسان شکلی وی نه دروایه خبردان اوی تشتکی باشه اخلاقی وی تشتکی باشه حیله ناکه دزیه ناکه دروا ناکه حتی دما که خدا امری کرگو پیغمبری خو اعلام بکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملت مکه توب کرگو ورم برا تشکیل برا بجم گو وقتی تیم دروا کریه گونا گو از آنا بجم آل پشتا وی چه هانه واهین که انسان نیاره منت خوازن ورن ون یقین کن گو گو تقرو کی دروا نکریه تبیجی چه اما یقین بکن حساب که او قاساب که جه یقین کرن لورا قد دروا نکربو انسان که او قصا خودی اخلاق کی مازن بود دماغ فی خبردان آنیجی گو وانا گولا مقت روکی ندیده دروا کریه لذا جبری هوا گلک انسان ایمان پیدانی یکی خریبی دیدید خبردان که پیرات کرد گولا دروا ناکی ان یاریوی مازن جیوان تشتاد گوتن والا دگو مقت روکی ندیده دروا کریه تا حیلکی کریه تا دروتی بکرتی دروتی یعنی منافقتی کریه ما تشتاکی قط نکریه بري هواي اف پیغمبر هاني ذاتك مازن گرم اخلاقي فهم بكن انسانك چوي. طبعا هناك كذلك امر مهم الرسول صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة للفرد والجماعة
الجماعة كذلك عليهم أن يقتدوا به، والأفراد كذلك عليهم أن يقتدوا به، فإنه هو الوحيد الذي استطاع بعظمته وبأخلاقه وبمرونة خلقه أن يبني جيلا صاحب خلق عظيم. وكثير من الناس حينما يتكلم عن الصحابة يقول عصر السعادة الذي كان الناس فيه سعداء، العصر الذهبي كما نقول، الناس صالحون طيبون محترمون، الصحابة الكبار خير القرون قرني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستطاع الرسول أن يربي جيلا على الأخلاق، وهو يخصص ويحصر حكمة إرسال، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعلينا أن نعلم بأن الجميع العبادات لتكميل الأخلاق، الصلاة حتى نتقي، الصوم حتى نتقي، الزكاة حتى نتطهر، كله لتكملة الأخلاق، فالعبادات وسيلة لتكملة الأخلاق. ولذلك الرسول يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فأرسله الله وكان رجلا صادقا أمينا واشتهر بين قومه بالصادق الأمين. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ایام بجن رهبر اجبون شخصاجی، رهبر اجبون ملت جماعتجی، یعنی شخصی که بخوازه به انسان کی پاک ان مثال باشه را حضرت محمد جماعتی بخوازه خراس که 30 سال دوید چن، یعنی نه شخصی که ام بجن حیره والله یک کاره لی ام تف نکارن دوی هرن زحمت نه ام تف جی دکارن دو پیغمبر هرن لور اخلاقی پر انسان کی مازنه. طبعا اف پیغمبر هانه به وی اخلاقی هانه دکاربو نسل کی پاک، نسل مزانج نگه نرشون، نسل کی پاک به اخلاق به تربیه انسان درست انسان امین پرورده بکه تربیه بکه. صحابی و تماشد کی هر یکی وقت استیر کی استیر مزانج نه، یعنی هر یکی وقت استیر کی دنیای بلابون دین خودش ملت راد گوتن دزی ند کرن ظلمه ند کرن حیله دوان ند کرن پره دنیای تقت دست وان پره دنیای گش بگو تافی پره آجوی باجار به باجار دن پره جوی باجار دبر باجار دن قرشکی جدر دست یک قرشکی که امنت کرد او قصاب که امین بون دما کو فارس کسرا کن بجن حکم وان قضیه خزیناوی که دست مسلمانا ایجا هنکی جوی خزینه هات مدینه دما کو آنین هر تشته ده هیا زیر و زیو و تاج و بازن و تشتهوی دما کو آنین حضرت عمر وان صحابیه گوتن والله اویک وان زیرا آنین انسان گلک مازنن انسان پر مازن، یعنی حبا کیش ندزینه ها پشکی ندزینه، یعنی ایجا صحابیه جوانا گوت خلیفه میت نادزی تندزی امجی نادزن تبدزی امجی بدزن، یعنی شبروی هواي بفي شكل يعني پیغمبر يعني ذاته كي وسمازن بو حتى قومي وي جرا في كلمه يعني تقوتن والله تي انسانك راستي تي انسانك اميني ابقى انسانك محترمي. بل وسنذكر بعض الاشخاص الذين عاصروا النبي وامنوا به بناء على خلقه الجميل، ومنهم ملك عمان الموجود في هذا العصر اسمه الجلندة او الجلندي، رجل سأقرأ لكم كلماته أو ماذا يقول. والله يقول لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له وأنه يغلب فلا يبطر، الغلبة تغلب غيرك ولكن لا تتبختر، متواضع حينما تغلب، ويغلب فلا يضجر، إذا غلبه أحد لا يخرب الدنيا، لماذا غلبني هذا؟ لا خلاص يقبل الأمر الواقع. إذا غلب غيره يكون متواضعا، وإذا غلبه غيره يقبل الغلبة أو المغلوبية برحابة الصدر، لا يخرب الدنيا. ويفي بالعهد وينجز الموعود وأشهد أنه النبي. هذا كلام ملك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صفات جميلة رأوا في النبي فآمن به، كلمات جميلة جدا في عن كلام أو عن رجل وهو ملك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لخص أوصاف الرسول: رجل وفي، رجل لا يتكبر، رجل إذا قال للناس نفعل هذا يكون أولهم يفعل، وإذا قال علينا أن نترك فيترك قبلهم، لا يأمر غيره بشيء ويبتعد ولا ينهاهم ويفعل، لا قبلهم يفعل وقبلهم يترك. كم رجل عظيم هذا. یک جوان شخصی کد وقت پیغمبر دا بیه مسلمان ملک وزانه چنه ملک کرمانجید بجن شاه سلطان
سلطان دولتك أنا جرات بجر عمان دولتك أنا عمان قراليتي هي دولتي كلك بحرين وان دراي يعني دولتي عربة الوينة ملكي وان بيا مسلمان پیغمبر دينه دبي مسلمان دبي والله أتبع أبو مسلمان دبي أبي إنسان إيش ملتي را تشتكي دبي جا بكر بري هركس يعودك چقدر تشتكي مازن ها مثلا بيجا دولت قانون در خد دبي عربي خود لامبا صوردا ناجون تدي والي متين عربا صوردا تشن مازن متين داتش تقول يلا لامبا صوردا بسكنه او جمر انا او جوار ايت بيجا ياجي ام بيجا عربا خواجود برا عربا وسرعتها وي بينجي به او صدي داشون وتقول يا بينجي او جمر انا او جوار اي بني از جدامه وجدانه پیغمبر افتن ابو دبيت من إيمان بياني لورا أف إنسان يعني جملات ربنا تشتكي بكم بري هر كسي أودك دماغ بيجا نكنجي بري هر كسي أودورتك به شقا تشتكي مازن ناكن خلاص يعني في عربات تبرا بشيستينه بري هر كسي أو ساكنه يعني دبيت دماغ بسر بك به دخبردانه كده دشاره كده قرآن نابه يتبختر يتكبر هو معنا هو ناكن دماكم سرت كبشي نفسها بتشوكت بيا ربي حمد اشترت على كاريا مكن اي ما ام تشتكي بسرت كبر ام دنيا خراتكن ازوها ماها مقازانش كريه پیغمبرها قازانش كر بسرت كد نفسها بتشوك بو قرات يا خدت كر ياجي قافاكم مغلوب ببا يك بسر كبا او هندابك دنيا خراناك جعبي صور نابن نابي ازي وچما نو تبي خلاص قدر ما تفهم بودی من کی تشتکی چه بو حکمت خدا نخواست که از قازانش بکم هنک حربادا پیغمبر هنداد کرد دنیای خرانت کرد یعنی بسر بکتا نفسای بچوک بو دمکو هندا بکراناجی بصبر و تحمل دنیای خرانت کرد امام تشتکی هنداد کرد ام جنا خورا شارد کرد ببره خورا شارد کرد جیران خورا شارد کرد لو قبل ما يجنا کرد ام تم مزگفت به امام را شارد کرد من وازرار کریه صبر بك تحمل بك أبانا تاب أخلاقي بي پیغمبر مبون صلى الله عليه وسلم دبي وقت صوز بلا صوز اختي نجي و أبدا جغوتنا خودش باش دانا صوز كده صوز خدا سكنه وكذلك من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أو من علامات عظمته صفاته كاملة الصفات النبي يكمل بعضه بعضا كثير منا له خصوصيات تراه رجل يصبر ولكن من الناحية الأخرى بخيل مثلا تراه شجاعا ولكن يكذب ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه جميع الصفات ولا نستطيع أن نقول أحد صفاته أعظم وأحد صفاته أصغر وأقل صفات متكاملة شجاعته مثل أمانته أمانته مثل صبره مثل كرمه رجل من هذا الناحية أخلاقه كله كاملة لا تفاوت بين الأخلاق لأن لا نقول رجل والله النبي كان أمين ولكن حينما كان يغضب كان يظلم لا ليس هذا ولا هذا كل الصفات قد اكتملت جميعها فيه بالصفات بجميع الصفات لا تفاضل بين صفاته صلى الله عليه وسلم التفاضل يكون بيننا ترى الرجل كريما ولكن ناحية أخرى يغضب تراه شجاعا ولكن أحيانا يكذب تراه صادقا ولكن أحيانا يعمل نفاق أما الرسول ليس هكذا صلى الله عليه وسلم پیغمبر ما او شخصی که تبکی اخلاق تدب ان شکل باک کمونه شکل تمام يعني اخلاقی وی یک جکه کمتر زیادتر نبون مثلا ام دبی والله فلان حواله من هی انسان کی پر دستی وکریه لی دروات که بنی دستی وکریه تشتکی باشه لی دروات که فلان کس حواله کی انسان کی پر میره والله ما لقمه حرام تخو يعني حرامی تخو فلان کس ما شاء الله انسان کی درسته لجانا والله ظلمتك يعني اخلاق پاک و ایدنه رادبن و تن خواري هلكي يعني اواتشنت فقط اي پیغمبر تبل جورنا عليه الصلاه والسلام يعني تبيجي في اخلاقي ولا صادي صاد ابي صادي صاد ابي صادي صاد انسانك يساكنه اخلاقي كامله تبكي اخلاقي بلندن فرق نابر اخلاقي وداتنا يعني والله انسانك صادق لبرنا امين بو ميسان نا اوصاننا والله امينه لبقدام صبر يتنبنا والله صبر ويش تماما حدا والله صبر تماما لجانا صوز خناي نجينا والله صوز خوش تنجي تفكي كيماني اخلاقي بدا تنبون عليه الصلاه والسلام
هناك شاعر ألماني أقرأ كلماته يقول: بحثت في التاريخ عن مثل الأعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد. الغربيون أحيانا كان يقول الرسول النبي العربي هكذا يقول وجدت أفضل الإنسان كمالا هو هذا النبي. لو تقول الإنسان الكامل يقول أنا أقول محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا هو الذي يأتي إلى عقلي. سائر الناس هناك نقص فيه لا أستطيع أن أقول بأنه إنسان كامل، أما هو فهو إنسان كامل. شاعرك ألماني هيد بيجي أجل كوجم سؤال بكم بيجي أن إنسان صديق صاد كيد وغاز بيجي محمد أو قصة وكيدي والله إنسانك باشا صديق بينجي صديق شل صديق سي صديق حشته فقط كو از بيجم صديق صد أو إنسان هانية أبي كو أخلاقي صديق صد تماما يعني تكسكي ناكبه بيشاوي بيجي بي إنسان بيجم يعني تقول إنسانك صديق صد كيد بيجي بيجم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كذلك أقرأ بعض الكلمات: خلقه مع الجميع الناس، هذا شيء جميل جدا. كثير منا له أخلاق مع زوجته ولكن مع الناس شيء آخر، أو مع في الخارج له طبيعة ولكن في المنزل له طبيعة أخرى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فليس هكذا. سأقرأ كلمات. پیغمبر ما أخلاقي ويجد قال هر كسي وكهبا نكو جنا خرا باشش بسمامي خرا خرابه بسمامي خرا باشش إنسان دير خرابه نا أخلاقي وي تف وكهبا دبي يجالس الفقراء دقال فقيرة رودني ويرحم المسكين إنسان إمكانه يتنام فقير بن رحمه الوانتك بنتشقى هر كسيرا ناشي كيبتنرا وتسير به الأمة في شوارع المدينة أينما صارت فيذهب معها زاروك كي قيزك كي كشك كي اختيارك بجا محمد جواره والله عيش من الفرا كار من هذا بكم هرم أريكاريا ويتك نابل تفقيد دويدا هر از ذاتك ما ظنم تنال جميع أو قصة نفسه يبتشوك ويعود المرضى نخوش هبن چه سردانا نخوشات که بني هر نقطة تفكي تدا هنا سردانا نخوشات که ويشهد الجنائز مريكي هبه چه حاضر جنازه وانجده سروي الميجانشت که يعني ويزور أصحابه في بيوتهم ويزورونه في بيته سردان احوال خوش است که اوج تن مالوی او چه مالوان چقدر تشتکی خوش یعنی اوانت کیش مدهنه یک هد به والله چم سردان انا خوش هات کم اما امری از ناچم تام چه مال مریا فقط والله ده برما کس کی نه مالا من یج اونور مالا من لی از ناچم مالوه اوانتنه وهو في كل هذه وفي كل ذلك دائم الابتسامه ومتهلل الوجه في الفرح وفي المصيبه دائما يضحك وهو فرحان كان رحيما بأمته كذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما دبي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام يعني أوقع إنسان كي مازن بدقال فقيرة رودنه آليكاريا إنسان محتاج تكه يك آليكاري جيب خاز آليكاريا ويتكه دچن نخوش دينه حاضر جنازات بعد چه مالا مريا دچن مالا صحابي خو زيارته وانت که او تن مالا دوورم ام چای کی بخون چای تنه بو بره مثال يعني تن مالوی اگر پیویس بکرد در خجوانا ود کرد در دو کلیوان هبه ورن هر دم انسان که رول کم بو رول کن وزانه چنه یعنی واد پشرن رول ابه معنی ابتسامه رول کم بو انسان که برحم بو بار ملت گران ندکر بار ملت انا اما یک تی سواله که تکت هدی امام ده بس سوال جوابه که بدن برا پشتای بشکی برانه کار بش بنی درکبه فقط سواله که جوابا کرن ان جواب راحت ویج مراند برا بار وان سبک بیانه حضرت عایشه دبی اگر کو در رباطنا پیشا پیغمبر یک زحمته یک سفکه دگو آسفک بشرط کو حرام لبن حرام دگو ناقش حرامی دور بخینن وکیدی بار ملت سفکت کرد ملت عفوت کرد دگو ليخش هبرا بكن ظلمي لهب نكن حقي لهب نكن وأقرأ كذلك كلمة لأبا سفيان رضي الله عنه إنه يقول والله إنك لكريم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لكريم ولقد حاربتك فنعم محارب كنت ثم سالمتك فنعم المسالم أنت فجزاك الله خيرا كنا أعداء فأنت كنت رجل والله يعني رجل لا يخون ونحن دخلنا في المسالمة لم أرى منك خيانة أنا فخور بأني كنت عدوا لك وأنا فخور بأني قد صالحتك وأنا فخور الآن بأني أصبحت مؤمنا وقد زوج أو حينما تزوج النبي ببنته صلى الله عليه وسلم قال إنه عدوي ولكن أفتخر لا أحد منكم مثله لا أحد مثله كان يعظم النبي لأنه كان بأن يرى وحقا كان الرسول رجلا عظيما صلى الله عليه وسلم
ابو سفیان یک جوان انسانی که در حق پیغمبر ده کلمه که خوش گوتیه دبی چه دبی والله ای محمدی انسان کی پرمیری کریم عربی ده کرمانجی هم بجن جامر مزانن جامر چه جامر یعنی میره کی تمام یعنی دبی والله مبترا شر ذکر ازوتم نیاری هفونشت انسان کی پرمیر بوی ازوتم مصلحه کی کر تیزت انسان کی میر بوی والله انسان کی تمام یعنی من کیمانی تدا ندیتیه حتی هيجا ابو سفيان نبي مسلمان قيزا كويه ناب ام حبيبه لحبشستان يا پیغمبر او جنك ميريد به كافر جي اسلام درتب پیغمبر بجناوي را يعني ام حبيبه را كنت زوجه ابو سفيان خبر جرات شه دبي بني ازنب سلمان بيجا نچ مسردين محمد ولكن تميرك وكاويتنا نابا ودها ميرك وكاويجتنا بعربي بجن بران فحل دبي برانك وكاويتنا يعني عادت ابو جانبان كلمات خبتاندن دگو تميركي وكافي انسان هانتنا وما انا جي ايمان بيانيه كلمات اخرى شاعر بريطاني او مستشرق بريطاني يقول في حق الرسول يقول كل من يجالس يشعر بانه مقبل عليه الرسول حينما يجلس مع الناس ينظر الى الجميع لا يخصص احدا بالنظر فاذا انت خصصت واحدا على معناه انت تهمل الاخرين ولكن إذا نظرت إلى الجميع فأنت تحترم الجميع فيقول هذا كان رجلا هكذا الله عز وجل أكمله خلقا فهو لطيف جدا يفرح بنجاح الناس وفرحهم يشارك الحزين حزنه وهمه يقتسم قوته مع الناس عند العسر دائم التفكير في راحة من حوله هذا مختصر بعض الأوصاف العامة في حق الرسول ولكن في الجمعة القادمة سنتكلم بالتفصيل إن شاء الله شيئا فشيئا دروس واحد اثنين ثلاثة هكذا يكي جاكي انجليزي دبيجا چه در حق پیغمبر داد به وقتی که نوا انسان دارودنه که بوانا خبر ده تماشه هر کسیت که تشتکی پر خوشه که نوا انسان دارونه تبره خوب دی تماشه ملت بکی نت شخصه کی بتنره تواکنو تماشه شخصه کی بکی تابدن اهمال دکی توان اهمال کر توان بچوک دکی توان بچوک کر قیمت وان نامینه عدل وان دمینه اما پیغمبر او تماشا تواکت کرد چقدر تشتکی خوشه کو او قصا حساس بو دبیک از ملت را خبر دم برادل کس کی نامینه و یک بیک تماشا حال وانت کرد دما کد بین ملت بسرد کرد قازانش کرد کی فایده او الحمدلله پیروز بشترا مثلا انا ایمت تشتکی کیف خوشی کی چه دبی قازانش که ام کیف خوش نابن و کیف خوش ببی پیروز بشترا یک دبی محزون ببو دشو پیغمبر او جمی محزون دبو ته اوات کرد يعني تماشاك شخص كبابي مريه تاري بكني عيبه تاري بكني قالت محزون ببي مصيبات كاتي سريبي قالت محزون ببي بركي خوارنا كي بكاتا دستي بملت ربلات كتقو هاج وربي بري هانجي برا دستي وداجي هبه يعني انسان كي اوقاس اخلاقي تمام بو وهردم تفكري تقول عجبا از چوا وان انسان كيف خوش بكم راحت بكم كيف وان ودل وان قشبه افزاته هانه پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام رب عالم هزار جار به میلیون صلات و سلام سر پیغمبر ما بن صلی الله علیه و سلم اما وان درس خو بردوام ببن هر جاری نقطه کی اخلاقی بیجن و مثال جبونه که امجه فهم بکن ببن مثال ببن رهبر که امجه دکار بن حیات وی پیغمبر حیات خدا تطبیق بکن رب عالم عز وجل حسكرنا يتخذل ما ان شاء الله ما جه دور نخينا ان شاء الله بارك الله فيكم ووفقنا الله جميعا طلب الدعاء منكم هناك الناس في البلد عندنا يدخلون الامتحانات غدا وبعد غدا يقول فدا يدعو لنا حتى نوفق في الامتحانات ملت مال ولاد كبن امتحانات خواندوان مهنه بيجن دبيج مرة دعايا بكن جبونهم قازانج بكن دي امتحان يونيفرسيتي دا ربي علم ذهنهم بك قازانج بكن ان شاء الله نرجو الله ان يفتح عليهم ويوفقهم ويوفق كل من يدخل في الامتحان ويطلب النجاح من الله ان يوفقه الله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.